طيب الفيديو ده لعشاق تصوير البورتريه، فلو انت بتحب تصور بورتريه او بتصور بورتريه فالفيديو ده اكيد ليك، اكيد هتستفاد. معروف ان اي مصور بورتريه بيبقى عنده شويه حاجات كده بيبص عليها في العدسه بتاعته قبل ما يشتريها. اول حاجه بيهتم جدا ان العدسه بتاعته تكون شارب جدا على اوسع فتحه عدسه. تاني حاجه بيحتاج فوكال لينس كبير، يعني 85 135 200 وهكذا. تالت حاجه طبعا فتحه العدسه تكون واسعه علشان يقدر ياخد ديبث اوف فيلد قوي للصور بتاعته. ففي الفيديو النهارده معانا العدسه اللي هتقدم لك كل الكلام ده كله، هي العدسه السيجما ارت 85 1.4 لكاميرات كانون. فبدون رغي كتير يلا نبدا الفيديو. ازيكم، ايه الاخبار؟ العدسه اللي معانا النهارده اللي هي 85 تقريبا تم انتاجها سنه 2016، ومعروف ان عدسات سيجما الارت اول ما بتنزل في السوق بيحصل عليها اقبال بشكل كبير. فخلينا نبص بصه كده سريعه على العدسه دي ونشوف هي بتقدم لك ايه كمصور. اول حاجه البيلد كواليتي بتاعت العدسه، انتوا شايفين طبعا العدسه كبيره قد ايه، البيلد كواليتي بتاعها ممتاز جدا زي كل عدسات سيجما ارت. كل عدسه مصنوعه من ميتال، الماونت مصنوع من ميتال، هتلاقي السموث فوكس رينج اللي حواليه رابر، وهتلاقي في زرار واحد بس اللي هو الاي اف والام اف بتاع الفوكس. العدسه بتنزل تحت كاتيجوري الشورت تيلي فوتو لينس، يعني ما نقدرش نقول ان هي تيلي فوتو لينس وما نقدرش نقول ان هي مش تيلي فوتو لينس. هي الفوكال لينس بتاعها 85، فهو يعتبر اكتر من وسط بشويه. مقاس الفلتر بتاعها هو 86 مللي، فلو حضرتك احتاجت تجيب اي فلترز ليها فهيكون الفلاتر دي غاليه شويه. ونيجي بقى هنا لعامل من اهم العوامل اللي بيدور عليها اي مصور بورتريه، وهي فتحه العدسه. العدسه هنا فتحتها 1.4، يعني هيديك شالو ديبث اوف فيلد قوي جدا، وهيعزل لك الاوبجكت اللي بتصوره او الموديل عن الباك جراوند بشكل كبير. ده غير طبعا ان فتحه العدسه دي هتساعدك ان انت تدخل اضاءه اكتر للسنسور في ظروف اضاءه منخفضه، فلو بتصور بالليل او حاجه فالموضوع ده هيبقى مهم ليك جدا. كالعاده طبعا من اي عدسات سيجما ارت فالصور هتطلع لك شارب مع اوسع فتحه عدسه 1.4. نظام الفوكس برضو في العدسه دي هو الاتش اس ام او هايبر سونيك موتورز، اللي هيديك فوكس اكيورسي ممتاز جدا، وكمان مش تسمع صوت اي مواتير لان المواتير هنا يعتبر سايلنت. طيب ملاحظاتي بقى على العدسه دي ايه؟ اول حاجه العدسه تقيله مش خفيفه، هي وزنها تقريبا كيلو و150 جرام، فلو انت بتصور لوقت طويل الكاميرا والعدسه ولو فوق الكاميرا في فلاش او معدات تانية فتحس ساعات بتعب في ايدك شويه، ولكن ده حال كل عدسات التليفوتو اللي بتصور بورتريه. انت ممكن لو حطيتها مثلا ما بينها وما بين ال 70 200 هتلاقي ان ال 70 200 طبعا وزنها اكبر. تاني حاجه بالنسبه لشارب الصور، انا لاحظت ان انت وانت بتصور على اللايف فيو الصور كلها بتطلع شارب وفوكس قوي جدا، اما لو حاولت تصويرك من اللايف فيو للفيو فايندر في شويه صور ممكن تلاقي ان الفوكس بتاعها مش شارب، واعتقد ان ده حال كل العدسات. انت لما بتيجي تصور باللايف فيو مع اي عدسه في الدنيا هتلاقي ان الصور طالعه اكيوريت وشارب اكتر ما تصور بالفيو فايندر. بس برضو نشهد لهذه العدسه ان الالوان بتاعتها والكونتراست بتاعها ممتاز جدا جدا، خصوصا ان العدسه بتصور بورتريه فانت محتاج التفاصيل دي في الوش. العدسه للاسف ما فيهاش اي اس او ايمج استابلايزيشن، وبرضو اللي شاف الريفيو الثاني بتاع العدسه 35 سيجما ارت ممكن اسيب لك الريفيو في الديسكربشن. كنت اتكلمت عن مشكلتين موجودين في العدسه دي وبرضو موجودين في العدسه 85. هو اول حاجه اللي انت تحتاج تعمل للعدسه دي كاليبريشن كل فتره عشان ترجع العدسه شارب جدا والفوكس بتاعها يكون اكيوريت. تاني حاجه مشكله الكروماتيك ابريشن اللي بيظهر في الصور واللي هو علاجه طبعا في الايديت. اتمنى تكون استفدت. لو عندك اي تعليقات عن العدسه دي سيبها لي في الكومنتس، واشوفك في ريفيوهات تانية كتير.